إيليا. تقدم إيليا في الدقيقة 37 وعدل مصطفى للاعبي المنتخب المصري. دعوات الجميع اللي بيتابع هذه المباراة للاعبي ونجوم المنتخب المصري، إن شاء الله يكون الفوز حلفهم في هذه اللحظات المباراة. ركلات الترجيح من علامة الجزاء، الركلة الأولى محمد عبد المنعم وليونيل إمباسي. عبد المنعم وإمباسي التركيز. الركلة الأولى ادي إمباسي حارس المرمى. طبعا حضراتكم عارفين التعليمات بملامسة الخط لحارس المرمى اثناء التنفيذ، والا بقى في عادات. وادي امامنا إمباسي، لكن هنا الثبات. نشوف الرؤية، نشوف التوقع عند اللاعب والحارس محمد ابو جاباسكي قلوبنا مصطفى، لكن مصطفى فتحي بقوة الحقيقة، قوة مهمة. شكرا للزميل علي محمد علي. وهكذا مشاهدينا يصدر الستار رسميا عن مشوار المنتخب. فسحوا محمد عبد المنعم، فسحوا. الراجل بيقول لك محمد عبد المنعم فسحوا. طب مش تصبر يا عم لما تشوف؟ لا خلاص قوي. فسح مين فسح مين؟ الو احنا هنا وتفسحنا اهو من الو نتفسح. مش يستنى بقى نتفسح على انهي الطياره اللي رايحه فسحوا يعني الطياره رجعت على مصر ولا الطياره؟ استنى يا عم بدل الفسحه. لا بس يا بنت. المهم شوف النادي الاهلي. احنا دلوقتي بنتكلم على اساس الواحد طبعا متضايق وزعلان على المنتخب واللي حصل فيه وانه دور ال 16. بس يا حبيبي تتكلمي عدل، عايزه تتكلمي وتسجلي سجلي عدل. المهم وبعدين ايه؟ قولي سبسكرايب، ايه ما تنساش اللايك. وبعدين احنا دلوقتي فين الاخ زيزو؟ عايز تغيظه هات له زيزو. انت زيزو مش ده ملك الضربات الجزاء الوهميه؟ راح فين يا عم الحاج؟ ليه؟ طب ما انت مش عامل حساب انك انت هتتعادل وانت خليت زيزو يعني على دكه الاحتياطي ونزلته بدل ما تدفع بيه من بدايه الماتش وبعدين تطلعه. انت محتاجه في ضربات الجزاء. فسحوا. المهم وكمان الاخ اللي هو قال لك مهند لاشين اعتذر وما مرضيش يلعب ضربه الجزاء فصدرها الاخ ابو جبل اللي ضيع الضربه الاخيره. هو كل الكلام ده احنا بصراحه المشكله ان احنا تعبانين في النتيجه الغير مرضيه واللي طلعت واللي ما يستحقهاش طبعا المنتخب المصري، انه باسمه وعراقته وانه من اكتر المنتخبات اللي فازت باللقب كاس افريقيا. لو عجبك الفيديو ما تنسناش تعمل سبسكرايب يعني اشتراك، وبعدين برضو لو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك ومشاركة وتشارك الفيديو. سلام. اهلا بكم اعزائي المشاهدين. لو انت عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك، اللايكات دي بتساعدنا كتير. ولو لسه ما اشتركتش يا ريت تشترك سبسكرايب، لان القناة طبعا بدعمكم انتوا هي اللي هتكبر، وفضلا وليس امرا. اللي ما اشتركش يشترك، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك.